وهل في فروق في السمايلز اللي حضرتك عملتها انترناشونالي او عالميا من مصر مثلا؟ هل في حاجه حسيت قوي في فروق فيها؟ حلو. بص يعني دي نقطه مهمه قوي. دي نقطه مهمه قوي، ويمكن درسناها زمان في الكليه وما كناش فاهمينها. والحقيقه انا لما بدات يعني موضوع العالميه ده، وان انا اشتغل ليا متابعيني والمرضى من بره مصر وجوه مصر، سواء بقى من الخليج او من اوروبا او من المغرب العربي او من امريكا ساعات، لا في فروق من دوله لدوله. طبيعه الاسنان في مصر، المريض المصري والله فعلا غير مثلا الاخوه الخليج مثلا. طبيعه الميه اللي بيشربوها، طبيعه الحياه اللي بيعيشوها، طبيعه الغذاء اللي بيتغذوا، طبيعه الجو. اللي بيجي لي من اوروبا غير اللي بيجي لي من الخليج، غير المريض المصري غير اللي بيجي لي من المغرب العربي. بلاقي هنا يعني دايما الاقي مثلا في المريض الخليجي نعمل هايبوبليجيا مثلا، تآكل طبقة المينا، وده مياه الآبار اللي بيشربوها نسبة الأملاح والمعادن فيها كتير، غير المريض المصري اللي بيشرب من مية النيل. النيل ما شربتش من نيلها. أيوة فعلا. لا فعلا احنا ربنا كرمنا بموضوع النيل ده. أنا بشوف مشاكل كتير اللي في الدول ما فيهاش أنهار، لا مشاكل بقابل مشاكل، غير المريض الافريقي لون اسنان المريض يعني نفهم من كده ان صحه الاسنان بتاثر على الصحه العامه للانسان. طبعا صحه الاسنان دي عنوان